طيب، في نقطة برضه مهمة جدا جدا محتاجين نتكلم عليها في أساسيات فيجما، وما ينفعش إن احنا ننساها. ومن أهم النقط دي ألا وهي حاجة اسمها الكونسترانس. إيه الكونسترانس؟ الكونسترانس بكل بساطة هي عبارة عن إيه؟ هي حدود الشكل أو حدود الحاجة اللي جوه الشكل. إحنا يا جماعة كنا شرحنا قبل كده وقلنا قبل كده إن الفريم بيبقى عبارة عن أب وابن. يعني على سبيل المثال لو جينا مثلا في المثال ده، هنلاقي في المثال ده عندنا ان احنا اول حاجة في فريم اهو، في عنصر جواه. ايه الفريم ده؟ او كل فريم من دول في عنصر جواه. على سبيل المثال، المثال اللي ظاهر قدامنا ده، ايه المثال ده؟ هنلاقي عندنا اول حاجة ده فريم وجواه عنصر. طيب لو بصينا كده مثلا على سبيل المثال وشلنا مثلا عنصر من الفريم ده، بص كده هنلاقي ان مفيش حاجه هنا اسمها كونسترنس. ليه؟ لان مفيش عنصر جوه الفريم، طبيعي يا معلم. طب لو حطينا كده، بص بقى اول حاجه دول بداوا ينوروا. ايه دول؟ اول حاجه دي حاجه اسمها البوزيشنز. يعني ايه بوزيشنز؟ بوزيشنز يعني لو انا مثلا هنا اهو اللاين ليفت، يعني ايه اللاين ليفت؟ يعني شمال او على خط الشمال. طب لو كده في النص، طب لو كده يمين، ده كده افقي. طب رأسي بقى، لو احنا رأسي كده فوق، كده في النص، كده تحت. وهتلاقي برضو المربعات دي بتتغير بشكل تلقائي. هلاقي برضو عندي ان دي حاجه اسمها الكونسترانس اللي هي الحدود. هلاقي عندي هنا لو انا عملت مثلا على سبيل المثال كده، فده كده معناه ايه؟ ان الشكل كده، يعني انا على سبيل المثال مهما ازود فيه الشكل، بص ايه اللي بيحصل. بيحصل ايه؟ بيجي معايا يمين. طيب على سبيل المثال لو انا مثلا زودته كده على الشمال، ايه اللي هيحصل؟ هلاقي العكس هو اللي بيحصل، هيجي معايا شمال مهما حصل. طيب على سبيل المثال لو انا مثلا عملته كده من فوق وتحت، ايه اللي هيحصل؟ هلاقي ان انا عندي هنا لما اجي بكبر مثلا من تحت، هلاقي بيفضل ثابت، لان هو مطلوب ان هو يجي من فوق. طب لو زودت فوق هتلاقيه بيطلع معايا فوق. طيب دي الفكرة كده باختصار. طيب برضو من ضمن برضو النقط اللي مهمة جدا ولازم نكون عارفينها دول، ايه دول؟ دي نفس الموضوع اللي هنا بالظبط، بس دي بشكل نظري اكتر شوية. بمعنى ايه؟ عشان نشرحها اكتر، انا دلوقتي عندي اهو ليفت. ليفت دي يعني شمال. طب لو خدتها رايت كده، رايت ايه اللي هيحصل؟ زي ما قلت لك هتيجي معايا يمين. تمام. وطبعا زي ما قلت لك ده الخط الافقي اللي هو يا سيدي الواي اكس، وده الاكس اكس اللي هو الافقي، اما ده الواي اكس اللي هو الرأسي. هلاقي برضو عندي هنا الرايت، لو انا زي ما قلت لك خدتها رايت كده يبقى هي كده يمين. لو خدتها ليفت هتيجي معايا شمال. طب لو خدتها ليفت اند رايت بقى، ايه اللي هيحصل؟ بص ايه اللي هيحصل. ايه ده؟ ده معناه ايه؟ ده معناه يا باشا ان هو بيكبر لك العنصر يمين وشمال. وبالتالي لو هي صورة بي ان جي زي دي على سبيل المثال، هتلاقي ان الشكل نفسه او الصورة نفسها في معالم بتروح. طب لو جينا عند مربع زي ده وعملنا نفس اللعبة بالظبط، خدناها كده ليفت اند رايت، ايه اللي هيحصل؟ ايه اللي هيحصل معايا؟ كالتالي حاجة واحدة بس هيحصل معايا كده، هتلاقيها جت يمين وجت معايا شمال بدون اي مشكله خالص. طب لو انا مثلا على سبيل المثال خدتها سنتر، سنتر ايه اللي هيحصل بقى؟ لا هتيجي لا يمين ولا شمال، هتفضل ثابته زي ما هي ومحافظه على المسافه. طب لو انا خدتها على سبيل المثال سكيل، سكيل دي معناها ان انا بكبر حجمها، بكبر حجمها زيها زي الليفت اند رايت. بس بقى السكيل بتفرق حاجه على الليفت اند رايت وهنشوفها دلوقتي مع بعض. طب ده بالنسبه كده للخط الافقي. طب تعالى هنا يا باشا عند الخط الرأسي. لو انا خدتها بوتtom، هلاقي ان هي يا باشا لو انا دوست على تحت هتنزل معايا لتحت. طب لو دوست على فوق مش هتطلع معايا لفوق، هتطلع بره الفريم خالص، لان هي مش محطوطه في الحدود ان هي تنزل معايا كده. طب لو انا خدتها توب اند بوتtom، زيها زي بالظبط ليفت اند رايت في الافقي، هتفضل محافظه على المسافه وتكبر، مفيش اي مشكله فيها خالص. طيب على سبيل المثال لو انا يا باشا خدتها مثلا سنتر، هتفضل يا باشا محافظة على المسافة، لا هتكبر ولا هتصغر. طب لو انا بقى يا باشا خدتها سكيل، وركز معايا في حتة سكيل دي عشان الحتة دي غريبة شوية وبتفرق معاك كتير على فكرة في الاوتو لاي اوت. بص احنا ظبطناها فوق في الافق سكيل على فكرة. لو احنا ظبطناها بقى سكيل رأسي وافقي، ايه اللي هيحصل؟ كبر الفريم كده هتلاقيه بيكبر معاك طول وعرض. وبكده يا باشا
تبقى الكونسترانس ساعدتك ان انت تقدر تعمل كل حاجة انت عاوزها بشكل صح بدون اي مشكلة. طب هلاقي برضو عندي برضو في شوية نقط لازم تبقى عارفها. على سبيل المثال لو انا مثلا جدي، دي معناها ايه؟ دي التدوير، او انا بدورها هو هتلاقي الزاوية بتتغير. طب كده دي يا باشا كده بعمل له ريفلكت افقي. طب لو انا عملت كده دي كده يا باشا ريفلكت رأس. وبكده يا باشا يبقى احنا خلصنا كل حاجة ليها علاقة بالكونسترانس. اشوفكم في فيديو جديد. سلام.